السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ومعانا الفيديو اليومي اخر قرارات تصريحات وزير التربية والتعليم اليوم، واخر اخبار التعليم على مدار ال 24 ساعة اللي فاتوا. عايزين نتعرف مع بعض على اخر قرارات وزير التربية والتعليم. ما ننساش اللي مش مشترك في القناة ينورنا يشترك في القناة يفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. احنا شفنا طبعا الجدول اللي نزل، جدول الثانوي العام، امتحانات الثانوي العام زي ما اتفقنا هتكون امتحانات زي ما الوزير نزل. امتحانات هتكون بابل شيت عادي، والامتحانات بالنسبة لطلبة اولى وتانية ثانوي هتمتحنوا الكتروني. تمام كده، عشان بس الطلبة اللي بتسأل لغاية دلوقتي الامتحان هيكون الكتروني وهيكون ورقي للثانوية العامة، طلبة الثانوية العامة، فعشان ما نتلخبطش ونلخبط نفسنا والكلام ده كله. طيب، وزير التربية والتعليم بيدعو للإشراك المعلمين في التثقيف بشأن تغيير المناخ، ويعلن موعد بدء التقديم للمشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2023. واحنا لحقنا ناخد الدراسة عشان ندخل على الامتحانات. انا زي ما قلت لكم قبل كده هتلاقوا الترم ده عدى بسرعة واللي وراه عدى بسرعة وانتوا قصاد النتيجة. كمان التعليم بتعلن موانع الترشح للعمل في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية، والتعليم بتعلن شروط المشاركة في امتحانات الدبلومات الفنية كمان غير الثانوية العامة. وكمان تعلن ضوابط الترشح في شرط ان انت تترشح لامتحانات الدبلوم الفني في شروط محددة. احنا طبعا بناخد بالتفصيل الحاجات اللي هي هتفيدنا قوي، يعني الحاجات اللي هي مش مهمة قوي للطلبة فاحنا هنعديها. كمان وزير التربية والتعليم بقى المفاجأة بيقول لكم بدأنا في طباعة كتب الفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف. ما تتصدموش، وفي طلبة هيقولوا لي واحنا استلمنا كتب الصف الاول، احنا لسه في اللي ناقص له كتاب واللي ناقص له كتابين في بعض المدارس. لكن عايزه اقول لكم ان اغلب المدارس بالفعل استلمت الكتب كامله. ما علينا، انا قلت لكم وما زلت بقول لكم ذاكروا شدوا حيلكم، الترم عدى والترم التاني هتلاقوه عدى زي الصاروخ بالظبط. كمان وزير التربية والتعليم اتكلم عن شروط اختيار المعلمين الشباب لوظيفة مدير مدرسة. وفي نقطة مهمة جدا 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 حابة اتكلم عليها بالنسبة للشتاء. انت ليه فترة غياب؟ انا لما بقول الوزير اتكلم وقال او الوزارة مصدر بالوزارة اتكلم وقال ان انت لو في امطار في حالة طقس سيئة الوزارة نصحت ان انت تلبس تقيل، لكن بالنسبة في محافظات بتلغي وفي محافظات ما بتلغيش. تمام كده عشان نبقوا فاهمين. الوزير قال مش من اختصاصنا، من اختصاص المحافظ. تمام كده. طيب، في تعليمات مهمة جدا من التعليم بشأن امتحانات الشهرية وتقييمات الصفين الرابع والخامس ابتدائي. وجهت المديريات التعليمية تعليمات مهمة للإدارات التعليمية بشأن امتحانات شهرية لصفوف النقل ونظام التقييم لرابعة وخمسة ابتدائي. أكدت على الالتزام بكل ما جاء في القرار الوزاري الصادر بتاريخ 29 سبتمبر الخاص بتقييم من الصف السادس الابتدائي حتى تانية ثانوي، ما عدا طبعا تالتة ثانوي، يتم توزيعه على جميع المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية للصفوف السابق من قبل الموجهين. وأكدت المديريات التعليمية بأن يكون كل موجه بالإشراف على الامتحانات الشهرية لكل المدارس التي يشرف عليها طبقا لمواصفات الورق الامتحانية الواردة من الوزارة، وتصحيح ما جاء بالاختبار ومتابعة نتائج الامتحان الشهري بعد الانتهاء منها مع المدارس. يعني ما يسيبهاش كده، لا، الموجه يراجع الورق الامتحانات اللي انتم امتحنتوه. تمام كده. وخاصة منهج الصف الخامس الجديد سلبيات وإيجابيات. وأكدت المديرية عدم وضع أسئلة في المعلومات الإسرائيلية. وكمان في مادة الأحياء الاهتمام بالتجارب العملية المرتبطة بالدروس وتسجيلها في سجل التجارب، ومتابعة سجلات المعامل وتفعيل المعامل سواء المرحلة الإعدادية أو الثانوية في التخصصات الثلاثة، بتدريس حصص العلوم والكيمياء والفيزياء والأحياء في المعمل بقدر الإمكان. تمام كده. ده كان أهم أخبار النهاردة جت. ربنا يوفقكم ويكرمكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.